الجماهير تتوقع أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. أول مباراة لكامافينجا بعد العودة من الإصابة. الجماهير تحسمها من سيكون بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. هل تشابي ألونسو الرجل المثالي لقيادة ريال مدريد؟ لا فابريكا تتحول إلى منجم ذهب لريال مدريد. هل خطط سيبايوس لفشل انتقاله أو هل خطط سيبايوس لفشل انتقاله لمارسيليا من البداية؟ آخر التطورات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد. ماستانتونو على القمة في الميركاتو الصيفي. ما هو الدور الذي سيكون لسيبايوس في ريال مدريد؟ ألونسو يشعل المنافسة البرازيلية. رسالة واضحة من ريال مدريد إلى سيبايوس بعد فشل رحيله. يمين يامال في برشلونة وماستانتونو في مدريد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار ريال مدريد. لا تنسوا دعم هذا المقطع والملخص بعمل لايك وصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الجماهير تتوقع أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وفقا لاستفتاء أجرته صحيفة ماركا الإسبانية، اختارت الجماهير الفرنسية كيليان امبابي نجم ريال مدريد كأبرز مرشحي للفوز بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26 بعدما حصل على 41% من الأصوات. وكان النجم الشاب لامين يامال في المركز الثاني بنسبة 25%، متقدما على الأرجنتيني جوليان ألفاريز الذي حل ثالثا ب9% من الأصوات، وهي النسبة نفسها التي حصل عليها خيار لاعب آخر. أما عثمان ديمبلي وإيرلينج هالاند فقد تساويا في الترتيب بالحصول على كل منهما 4% فقط من أصوات المشاركين. أول مباراة لكامافينجا بعد العودة من الإصابة. يواصل الفرنسي إدوارد كامافينجا تعافيه بشكل إيجابي، غير أن تواجده في مواجهة ريال مدريد المقبلة أمام مايوركا أصبح مستبعدا بشكل كبير حسبما تشير التقارير الإسبانية لعدم الجاهزية البدنية بشكل كامل. هذا وسيواصل إدوارد كامافينجا برنامجه التدريبي خلال الأيام المقبلة على أن يسعى للعودة والمشاركة مع الفريق في مباراة ريال سوسيداد على ملعب ريال أرينا عقب فترة التوقف الدولي. جدير بالذكر أن النجم الفرنسي كان قد أصيب بالتواء في الكاحل منذ 18 يوم. هل تشابي ألونسو الرجل المثالي لقيادة ريال مدريد؟ أبدأ جوليان لوبيتيغي مدرب منتخب قطر الحالي ومدرب ريال مدريد السابق تفاؤله الكبير بشأن مستقبل تشابي ألونسو مع الميرينغي، مؤكدا أنه يملك كل المقومات للنجاح في النادي الملكي. وقال لوبيتيغي في تصريحاته عن تشابي ألونسو عبر برنامج أورتيجا على إذاعة ماركا الإسبانية إنه مستعد ويعرف النادي، خبرته ستساعده بلا شك على تحقيق الأهداف في نادي متطلبات قصوى. لا فابريكا تتحول لمنجم ذهب لريال مدريد. سلطت صحيفة الآس الضوء على الأرباح الضخمة التي حققها ريال مدريد من بيع الأظهرة المتخرجين من أكاديميته لا فابريكا، والتي بلغت 103 مليون يورو في السنوات الخمسة الأخيرة. وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي جمع هذا الصيف وحده 22 مليون يورو من انتقالات ميغيل غوتيريز وأوبرادرو ويوسي، مع احتفاظه بنسبة من حقوق لاعبيه لضمان الاستفادة مستقبلا. وكانت الصفقة الأبرز انتقال غوتيرز إلى نابولي بعد جيرونا، ما منح الريال أرباحا مضاعفة. أشرف حكيمي يعتبر أكبر صفقة لمدافع ناشئ في تاريخ مدريد بعد موسم واحد فقط مع الفريق الأول 2017 و18. انفجرت موهبته خلال إعارته لعامين مع دورتموند في صيف 2020 وسط جائحة كورونا، وتواجد كارفاغال كلاعب أساسي ثابت. قرر النادي الاستفادة من عرض انتر بقيمة 43 مليون يورو. وأكدت التقارير أن هذه السياسة جعلت من فالديبياس منجما حقيقيا لاكتشاف المواهب وتحقيق أرقام قياسية أو أرباح قياسية، في وقت حافظ فيه ريال مدريد على نهجه في استغلال أكاديميته كأحد أهم مصادر الدخل الرياضي للفريق. هل خطط سيبايوس لفشل انتقاله لمارسيليا من البداية؟ أثار ملف داني سيبايوس لاعب ريال مدريد جدلا واسعا في الساعات الأخيرة بعد فشل انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا، حيث انقسمت الآراء حول وجهته القادمة. الصحفي ماركوس بينيتو صرح عبر الشرينغيتو أن سيبايوس استخدم عرض مارسيليا فقط من أجل الضغط على ريال بيتيس، في إشارة إلى رغبة اللاعب في العودة لناديه السابق. لكن على الجانب الآخر الإعلامي جوسيب بدريول
حسب الأمر مؤكدا من المستحيل أن يتعاقد بيتيس مع سيبايوس. آخر تطورات تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد. وفقا لصحيفة آسي الإسبانية، لا يزال ملف تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد معلقا. وكشفت الصحيفة أن إدارة النادي الملكي لا تستعجل اتخاذ أي خطوات في هذا الملف، حيث أكد الإعلامي جوزيب بيدريول عبر برنامج التشيرينغيتو أن ريال مدريد متمسك بالعرض المالي المقدم للاعب، ولن يقوم بتعديله أو التراجع عنه، حتى وإن كان هناك خطر رحيله مجانا عند نهاية عقده. من جانبه أوضح الصحفي مانو كرينو في برنامجه لاريغيريو أن المفاوضات لا تتوقف بشكل نهائي، وإنما تم تأجيلها إلى نهاية الموسم الحالي، حيث من المنتظر أن تحسم الأمور حينها من دون الدخول في جولات جديدة من المباحثات خلال الفترة المقبلة. رغم ذلك أشارت آس إلى أن هذا التأجيل لا يعني رغبة فينيسيوس في الرحيل، بل على العكس فقد أبدى اللاعب ولاء كبيرا للنادي منذ انضمامه في سن 18، ويستمر عقد فينيسيوس مع ريال مدريد حتى يونيو 2027، وما يمنح الطرفين مساحة من الهدوء قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التجديد. ماستانتونو على القمة في الميركاتو الصيفي. شهد هذا الصيف صفقات ضخمة لعدد من المواهب الشابة، حيث تصدر الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو القائمة بانتقاله لريال مدريد مقابل 45 مليون يورو. ما هو الدور الذي سيكون لسيبايوس في ريال مدريد؟ يثير مستقبل داني سيبايوس في ريال مدريد الكثير من التساؤلات، خصوصا بعد فشل انتقاله إلى أولمبيك مارسيليا. الصحفي الماليو موراتيا أكد عبر إذاعة ماراكا أن لاعب الوسط يملك قدرات أكبر بكثير مما قدمه مع الفريق حتى الآن، معتبرا أن المرحلة القادمة تمثل له فرصة حقيقية ليكون عنصر مهم في تشكيلة تشابي ألونسو. وأشار مراتيا إلى أن مفهوم الأهمية في كرة القدم الحديثة لم يعد مرتبطا بخصوص 90 دقيقة كاملة، بل بقدرة اللاعب على تقديم الإضافة متى يحتاجه الفريق، وما يرى أنه الدور الذي يمكن لسيبايوس تأديته مع ريال مدريد إذا استغل إمكانياته بالشكل الأمثل. ألونسو يشعل المنافسة البرازيلية. أفادت إذاعة كاديناسير أن الجناح البرازيلي رودريجو نجح في إقناع مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو بالاعتماد عليه في الجهة اليسرى، المركز الذي يعتبره الأنسب له. اللاعب أجرى محادثة مع ألونسو الذي أبدى موافقته ليحسم رودريجو مكانه في التشكيلة الأساسية أمام ريال أوفيدو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني. ورغم ذلك فإن زميله فينيسيوس جونيور لم يبتعد عن المشهد، إذ دخل بديل خلال اللقاء ونجح في ترك بصمته عبر صناعة هدف وتسجيل آخر، مما يعود فتح المنافسة بين الثنائي البرازيلي على المركز الأساسي في تشكيلة المرينجي. رسالة واضحة من ريال مدريد إلى سيبايوس بعد فشل رحيله. وفقا للصحفي خوسيه فيليكس دياز، فشلت مفاوضات انتقال داني سيبايوس من ريال مدريد إلى أولمبيك ليون بعدما تردد اللاعب في اتخاذ قراره النهائي بشأن الصفقة. إدارة ريال مدريد من جانبها أغلقت الباب أمام أي تحركات جديدة، مؤكدة أن سيبايوس سيبقى ضمن صفوف الفريق هذا الموسم، لكن مع رسالة واضحة تفيد بأنه لن يكون عنصر أساسي في خطط المدرب تشابي ألونسو، رغم تداول شائعات حول إمكانية عودته إلى ريال بيتيس أو انتقاله إلى أندية أخرى. حسب النادي الملكي الموقف نهائيا، حيث بات من المؤكد أن سيبايوس سيستمر في سانتياغو برنابيو مع اقتراب غلق سوق الانتقالات في الأول من سبتمبر القادم. يامال في برشلونة وماستانتونو في مدريد. فرانكو ماستانتونو جوهرة ريال مدريد الصاعدة أصبح موضع مقارنة مباشرة مع لامين يامال نجم برشلونة في صراع جديد يضاف إلى أجواء الكلاسيكو الدائم بين الناديين. اليوم يجد فرانكو ماستانتونو نفسه في مقارنة غير مقصودة مع لامين يامال، وما يفرضه التنافس الأبدي بين ريال مدريد وبرشلونة. إذا كان لدى برشلونة لامين فلدى مدريد فرانكو ماستانتونو. ماستانتونو الذي احتفل مؤخرا ببلوغه 18 عام ينظر إليه من قبل المدريديين على أنه المنافس المنتظر ليمين يامال، النجم الصاعد في برشلونة والمنتخب الإسباني والذي يتوقع له الفوز بالكرة الذهبية مستقبلا. لامين يامال بات بالفعل حقيقة ملموسة في برشلونة، ويتمتع بتأثير كبير داخل غرف الملابس لدرجة أنه يشارك في رسم مستقبل زملائه مثل فيرمين. أما فرانكو ماستانتونو فيظهر من خلال بضع مباريات و50 مقطعا ترويجيا موهبة لا يمكن إنكارها، لكنه لا يزال بحاجة إلى أشهر من التكيف قبل أن يقارب حتى مستوى أردا جولر في مدريد.
الوعود موجودة والموهبة واضحة، لكن إثبات الذات هو ما سيحسم الأمر. وفي النهاية إذا كان قدره أن يكون نظير لامين يامال فإن الحسم سيكون في الملعب، لا في صدى استخدام تاريخي ولا في هتافات عابرة. فرانكو ماستنتونو أمام تحد كبير أن ينجح من أجل كرة القدم، لا من أجل الذكريات التي أيقظها بعض المشجعين بدعابة أو حنين. في الختام ده كان ملخص لأخبار الملكي ريال مدريد. لو انت من محب الملكي اعمل لايك يلا يا حبيبي، واشترك في القناة وفعل جرس الإشعارات، واشوفكم في أخبار تانية. السلام عليكم ورحمة الله.